شخصيا كانت سنة 2024 مليئة بالمحطات الهامة والتحديات المثمرة، حيث شهدت من خلالها تطورات شخصية خصوصا في ذاتي. فمثلا أتيحت لي الفرصة في الصيف في الالتحاق بنادي سيكلامان للإعلام والثقافة الرقمية، والتي كانت تجربة رائعة وساهمت في تنمية قدراتي وتعزيز ثقتي بنفسي. كما قمنا زيدا ببرشا نشاطات عديدة، منها تصوير مسرح بوغرنيل في دورته 24، وأشكر أيضا جمعية سيكلاما على هذه التجربة الرائعة والثمينة. وعلى الصعيد المحلي شهدنا في 12 جويلية 2024 حيث قام رئيس الجمهورية قيس سعيد بزيارة إلى مدينة حمام الأنف بولاية بن عروس، حيث عاين الوضع البيئي الكارثي الناتج عن الإهمال. كما عاد مهرجان علي بن عياد للمسرح في دورته 22، وافتتحت هذه الدورة في 18 ماي بالساحة الأمامية للمركب الثقافي في علي بن عياد بحمام الأنف. وعلى الصعيد الوطني شهدت بلادنا تقدما ملحوظا وملموسا في بعض القطاعات مثل البنية التحتية والتعليم، إلى جانب جهود واضحة لتعزيز الشركات الاقتصادية والتنموية. كما شهدنا أيضا الترشح إلى السياسة والذي فاز به الرئيس قيس سعيد. أما على الصعيد العالمي سنة 2024 لاحظنا وشهدنا استدامة المجزرة القائمة في غزة والتي استشهد فيها آلاف الفلسطينيين، وكانت سنة 2024 سنة مفعمة بالأحداث الكبيرة من تسارع وتيرة الابتكارات في مجالات الذكاء الاصطناعي كشات جي بي تي والتكنولوجيا، إلى التحديات الناتجة عن التغيرات المناخية كالجفاف والفيضانات.